ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا دلوقتي على البحر وفي دوشه وفي ناس واعداد كده. ما هو اختي بقى هتقول لكم شويه مواقف، هي مواقفها هي ماشي. المواقف دي يعني هي بتنسى، يعني هي بتقرر تعمل حاجه وهي ناسيه وبتتكلم، بعد كده بتلاقي نفسها غلطان. كله ده على الطبيعه، وبتقعد فتره طويله خالص تتكلم وهي مش مركزه. اسمعوا بقى المواقف وقولوا رايكم، دي الولايه دي يتقال عليها ايه؟ ايه يا بنات يا حلوين؟ بقول لابني يا ابني حرام عليك، قوم يا حبيبي، قوم يا بابا، قوم هنا على التليفون يا حبيبي، حرام عليك، انقعوا يا بابا، خش هنا على التليفون في الميه يا ابني، حرام عليك، حرام عليك يا حبيبي. قال لي انا على التليفون ايه ياما؟ مالك ياما؟ ايه اللي جرالك؟ تليفون اللي انقعه ياما ليه بس؟ السبب هو التليفون ماله حبيبتي؟ طبعا ده بسبب النسيان، بدل ما اقول له انا على البنطلون بقول له انا على التليفون، وعمالين العيال يضحكوا عليا وانا سني كبير وما ينفعش يضحك عليا. تمام. النور قاطع وعمال اشحن في التليفون، واحط التليفون في الشاحن، احط يا ربي في ايه بس؟ هو بوظوا الشاحن، نحوا يبوظوه، لسه شارياه انا، لسه شاري الشاحن، نحوا يبوظوه. اتابي طبعا النور قاطع، ومش التليفون اللي بايظ ولا الشاحن اللي بايظ، انا اللي لسعت والنور قاطع بس. فانا عايزه اشوف حل النسيان اللي انا فيه. حاجات كتير بعملها ومواقف كتير جدا جدا. ده برضه بسبب النسيان. انا مش عارفه اقول لكم اصلا ايه المواقف اللي انا بقولها. كل ما افتكر لكم موقف اقوله لكم. الموقف بقى الثالث اللي هو صعب قوي 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 ده، وده مش عارفه اعمل فيه ايه. اخويا اداني فلوس جمعيه اشيلها عبال ما اشوف اختي. انا بقالي يومين شايله فلوس الجمعيه، ومشكله قلبت البيت كله وانا مش فاكره شايله ال 3000 جنيه فين. ده الموقف بقى اللي انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي. يعني اي حد يقول لي شيلي حاجه، لا ما حدش يقول لي شيلي حاجه، نسيت لغايه دلوقتي عماله افتكر انا شلت الفلوس فين وقلبت الدنيا. انا مش قادره افتكر. جوزي يقول لي خدي شيلي المفك ده، شيلي ما اعرفش الورقه دي مهمه، شيلي اي حاجه. بقيت اقول لهم لا ما حدش يقول لي شيلي حاجه. ليه انت كنت بتشيلي كل حاجه؟ اقول لهم معلش يا جماعه عشان انا هشيلها دلوقتي حالا هنسى. عايزين اشيل لكم الحاجه وتشوفوا مكانها فين، تمام. مش عايزين خلاص ما فيش مشكله، انا مش هقدر ان انا اشيل الحاجه، عشان موضوع بجد النسيان بجد تعبني جامد جدا يعني.